مع ظهور نتيجة الثانوية بيبدأ اختبار الثانوية اللي بجد. ايه ده؟ هو في امتحان بعد ما النتيجة ظهرت؟ امتحان اولا للطالب اللي جاب درجة عالية، وهو انك تشكر ربنا وتحمد ربنا وتنسب الفضل لله وحده، مش ليك او للمدرسين او لاي حد. اما الطالب اللي ما جابش الدرجة اللي عايزها فهو داخل على امتحان اصعب بكتير، اصعب من امتحان ونتيجة الثانوية بمراحل، وهو امتحان الرضا. ارضى بنتيجتك، لو مرضتش النهارده هترضى بكره، لو مرضتش بكره هترضى بعده، هترضى غصب عنك. ارضى بمزاجك احسن ما ترضى غصب عنك، بس ساعتها هتكون ضيعت وقت كتير من عمرك. انت ما فشلتش في الثانويه العامه، انت اخفقت في تجربه. ودايما بيولد النجاح من رحم الفشل. كل الناس الناجحه اللي انت شايفها في حياتك ديت كانت فاشله اكتر ما كانت ناجحه. ما تسخطش ولا تغضب على نتيجتك، ده قدرك. السخط على الاقدار كمعاتبه للواحد القهار. الثانويه العامه مش نهايه الكون، مش نهايه المطاف. مهما كانت النتيجه اتقبلها بالصبر والرضا. ما تضيعش وقتك وعمرك ومجهودك في جلد ذاتك. الكلام ده والله من واحد عانى كتير بسبب عدم الرضا. وان كان الطالب اللي جاب مجموع عالي او جاب المجموع اللي هو عاوزه شكر ربنا مره، فانت اشكر ربنا 10. احد السلف بيقول: اني ادعو الله في حاجه فان اعطاني اياها فرحت مره، واذا لم يعطني اياها فرحت 10 مرات. ليه؟ لان الاولى اختياري والثانيه اختيار الله علام الغيوب. عارف يعني ايه علام الغيوب؟ جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا ايها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون اسيرا. ربي معي فمن الذي اخشى اذا ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.